السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة عايزين نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات، النهارده هنخش في الموضوع على طول. ان شاء الله النهارده معانا اول فيديو في مشتريات رمضان 2023. مشتريات رمضان 2023. كل سنة وانتم طيبين. بدأ العد التنازلي بتاع الأيام أو الشهور الكريمة اللي هم رجب وشعبان ورمضان. والله العظيم بمجرد ما بيخش رجب خلاص كده بتلاقي الدنيا، بصوا، ورا بعضيها ورا بعضيها، لأن دي أيام كريمة وأيام كلها خير وبركة، فعشان كده تحسوها إن هي بتجري. الأيام الحلوة والوقت الحلو دايما بيعدي بسرعة ما بيقعدش. فطبعا في الظروف اللي احنا فيها الحالية والأسعار اللي كل يوم غير التاني، كل يوم غير التاني، فتمام. فاللي معاه حاجه يا بنات وحابب ان هو يجيب حاجه، جيب الحاجه افضل من انك انت تستني لبكره. محدش يستنى لبكره. المهم، النهارده انا جبت طقم ميلامين ماليزا. انا كنت محتاجاه للمطبخ. عايزه اقول لكم الطقم اللي انا كنت جايباه يمكن ما فيهوش طبقين ثلاثه على بعضيهم كويسين، والباقيين يا ريت الطبق هو اللي يتكسر، لا تيجي حته كده في من جنب، من هنا تروح تشك تروح مكسوره، فكده الطبق كله يعتبر ضاع. فانا الصراحه كنت محتاجه للطقم ده، حبيت ان انا اجيب الاكروبال. لقيت الاكروبال معدي ال 2000 ونص، فقلت لا انا عايزه حاجه على قد الفلوس اللي معايا. جبت طقم ميلامين ماليزي وجبت حاجات تاني برضو هوريها لكم، بس هنبدا بالطقم كده ايه الاول عشان نتفرج عليه ونشوفوا كام قطعه مع بعضين. بصوا بقى، خلي دول كده للاخر مع المشتريات الثانيه. بصوا يا بنات، هو كام قطعه؟ 40 قطعه. 40 قطعه، تمام. ثانيه بس اعدل المفرش. طبعا احنا قلنا ان الطقم ده يا بنات 40 قطعه، 40 بيس اهو، تمام. طبعا كل الالوان بتاعته اهي. ده اللي هو المربع، ده اللي هو المربع. اللون انهي اللي انا اخدت اللون ده، شايفينه؟ كانت في الدرجات دي، بس انا الصراحه ما دورتش عليها لان كنت مستعجله، تعبت من اللف وكده وكنت عايزه اروح، فخدنا الدرجه دي او اللون ده. هنشوفه كده مع بعضينا. بصوا يا بنات، اول حاجه هبدا لكم فيها من فوق هي دي. بصوا، دي اطباقه الشوربه، بيدخل فرن على درجه حراره اهي 120. يا رب تكون واضحه. انا مش عارفه انتوا شايفينها. بقولوا لي شايفينها ولا لا. تمام. والكولد اللي هي درجه التسقيع، يعني لو هتحطيه في تلاجة على 20. تمام. ادي اللون بتاعه، ادي الدرجه بتاعته واللون بتاعه. دول كام؟ دول 6. دول 6 قطع اللي هم بولات الشوربه يا بنات. 6 قطع بولات الشوربه. نركن اول حاجه. قرب لكم الكاميرا شويه. تمام. طيب ايه ثاني يا اماني؟ بصوا، كل طبق منهم بالختم بتاعه واي حاجه مكتوب عليه، يعني اي بيانات للطبق وكده مكتوب عليه اهي. تمام. نفس الكلام اهو. انا ماسكه مقلوب، ماسكه مقلوب يا اماني اهو. في بولتين اللي هم بتوع المخلل يا بنات. دول ممكن تخليهم مخلل، تخليهم صوصات، تخليهم الحاجه اللي انت عايزه تحطيهم فيها. بس بامانه والله العظيم انا مسكت اللي هو الشريف هناك. الشريف يا بنات، مش عارفه، انا جبته قبل عن كده وما ارتحتلهوش عشان اكون صريحه معاكم. ما حبيتوش. الطقم ده تقيل، يعني الطقم ده تقيل ومحمل ومكتوب عليه ميلامين 100%. تمام. فالطقم ده عجبني واصريت وراه لحد ما اخدته. برضه هقول لكم على سعره في الاخر، هقول لكم انا جبته منين. وطبعا كالعاده في 2 ملاحه، 2 ملاحه اهو، نفس الكلام. نشد الكرتونه شويه لورا عشان نعرف نطلع بقيه الطقم. طبعا دي انا زي ما بقول لكم كل طقم مكتوب عليه الحاجه بتاعته اهي. دي طبعا يا بنات اللي هي بوله الشوربه، البوله الكبيره بتاعه الشوربه، البوله الكبيره بتاعه الشوربه. بصوا اللون بتاعها اهي. ايه رايكم؟ عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي اللون بتاعه حلو ولا لا. اهو شايفينها كده؟ يا رب تكون واضحه. تمام. ايه تاني يا اماني؟ وفي سيرفيس كده صغنون وجميل اهو. انا مش عارفه ده بتاع سمك ولا يطلع سمبوكسه ولا يطلع ايه بالظبط، او حمام، قارب الحمام ده في الغالب كده. تمام اهو. كله مترقم ومكتوب عليه من ورا اي بيانات خاصه بيه اهو. تمام. بصوا هنا، شوف ايه تاني معانا. ايه تاني؟
معاكي 6 اطباق من المقاس ده او الحجم ده. بصوا يا بنات عشان اكون صريحه معاكم، انا مش عارفه الاطباق دي انا هحط فيها ايه. ممكن تكون محاشي، سمبوكسه، حاجات زي كده، تمام. بس انا مش عارفه هحط فيها ايه، يعني لسه ما قررتش ان انا ممكن احط فيها، بس هي تنفع. هو الصراحه 40 قطعه فحلو، في حاجات كتير كاملانه وكده. كده 6 من المقاس ده. نشوف اللي بعديه. بعدين الناحيه الثانيه. بصوا يا بنات، ده يعتبر مسطح. الغويط شويه اهو، الغويط شويه اهو. هطلع لكم واحد كده بس. دول كمان العدد كام؟ العدد 6. بصوا ده غويط شويه عن اللي هو التاني ده. شايفين ده تحسوه مسطح، وده غويط شويه اهو. بصوا اهو، شايفينه تمام كده؟ يا رب يكون واضح. يبقى عندنا 6 من المقاس ده، و6 من المقاس ده، و6 بولات شوربه، و2 اللي احنا قلنا عليهم بتوع الصوصات او المخللات والكلام ده كله. ايه تاني؟ بصوا يا بنات، المقاس اللي اقل منه اللي احنا بنقول عليه جاتوه او رز، 6 برضو اللي احنا بنقول عليه جاتوه او رز اهو، تمام. ادي المقاس اللي بعديه اهو. طيب ايه تاني يا اماني؟ كانوا يقعوا مني. بصوا اهو، 6 برضو غرف. ده تابع للغرف يا بنات اهو، صغير. ده تابع للغرف صغير اهو، يعني هتجيبيه ما تقلقيش منه. بص ايديا كلها بقت ابيض منه عشان لسه بكرتونته لسه فاتحاه اهو. نفس الكلام اهو. ايه رايكم؟ يبقى عندنا 6 المقاس ده، 6 المقاس ده، 6 المقاس ده، 6 المقاس ده. يبقى عندنا من الاطباق دي كده 24. طيب ايه تاني ناقص فيه؟ سرافيسو يا بنات. بصوا السرافيس بتاعته قمر بجد والله العظيم، قمر اهي. بصوا السرفيس ده، ادي السرفيس، يا رب يكون واضح قدامكم اهو. ده مثلا عايزه تخليه للحمه، خليه للحمه، تمام. هنا ده المدور، وده المستطيل او المربع. شايفينه؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده واللون ده؟ عايزاكم تقولوا لي عايزاكم تقولوا لي، تشاركوني الراي، تمام. طيب بصوا بقى، عشان نعرف ان هو ماليزي بغض النظر ان هو اتحدف في الارض واترمى عشان ما يتكسرش والكلام ده كله، هوريكم اسمه اهو. ثانيه كده، هو شكله كده مش واضح، مش عارفه مش واضح من الكشاف ولا ايه اهو. يا رب تكون جايباه كويس اهي. شايفين يا بنات؟ شفتوا اسمه اهو، ميلامين 100%، موديل ماليزي اهو. تمام كده؟ تمام كده؟ لما اقول تمام كده قولوا معايا تمام كده. شفنا الطقم واتفرجنا عليه، تعالوا نشوفوا جبنا ايه تاني مع الطقم. نشيل الكرتونه. اول حاجه طبعا كلنا هنعمل عصير، والعصير ما بيخلاش من اي بيت في الدنيا. بصوا ايه رايكم في المصاف الكيوته الزغنطوطه البلاستيك القمر دي؟ الصراحه الاستانلس بيصدي كده وبيتبهدل، ما بيكونش استانلس صافي، ما بيبقاش حلو. اللي بتعيش والله يا بنات الحاجات دي. بصوا الاتنين الكيوتات القمرات دول، حبه رز صغيرين، حبه فريك، انا جايبهم للعصير الصراحه، بس لو انت عايزه تستخدمي في حاجه كده ما يقولوا الكيش لا. دول عاملين 5 جنيه هما الاتنين، يا بلاش البلاش، 5 جنيه. جبت منهم الاتنين دول علشان العصير زي ما انتم عارفين. ايه تاني يا اماني؟ بقول لكم لسه بقول لك يا ما في الجراب يا ايه يا حاوي بصوا يا بنات، وجبت دي. انا كنت محتاجه الصراحه في يعني كوبايات قهوه، ما كانش عندي عشان اكون صريحه معاكم، والله ما كان عندي في كوبايات قهوه خالص. فجبت من دول 6 عاملين كام؟ عاملين 20 جنيه. ال6 دول عاملين 20 جنيه. ايه رايكم في الكوبايه اهي؟ انا مش هجيب حاجات غاليه طبعا، هجيب حاجات غاليه لمين انا ويكسروه؟ من الحاجات الغاليه دي تطلع للجهاز بتاع البنات دي، تمام. اهم ال6 دول عاملين 20 جنيه اهو. بصوا انا جبت دخلتهم المطبخ وخرجتهم عشان اوريهم لكم. طيب نشيل كده. جبنا ايه تاني؟
جبت كوبايات شاي طبعا كالعاده لازم كوبايات الشاي والعصير دي في رمضان. بقول لكم انا بملى كرتونه بس بقعد لحد السنه، يعني ما تلف كده. علينا وعليكم بخير لما يكون رمضان التاني قرب ليه لما ابدا ان انا اجيب. جبت كوبايات الشاي السته من دول عاملين 25 جنيه، عاملين 25 يا بنات اهو، 6 مع بعضهم. ادي 3 وادي ال3 التانيين جوه الشنطه اهو. تمام. لسه هجيب تاني عليهم طبعا كتير. وكان في حاجه كان نفسي فيها الصراحه، كان نفسي فيها من بدري، كنت محتاجاها، وكانت يعني كل ما اروح واجي قدام الراجل كده عيني تبص عليها. كاسات دي ايه رايكم فيها؟ دي بصوا يا بنات تنفع خشاف، ايس كريم، فروت سلطات، اللي انتوا عايزين تعملوه فيها حطوه. ايه رايكم في القمر ده؟ دول 6 كانوا عاملين 45 جنيه، عاملين 45 جنيه. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم، تكتبوا لي لايكات وكومنتات وتقولوا لي واشتراكات اشتراكات، تقولوا لي الحاجات دي كده اسعارها غاليه ولا رخيصه. عايزه اسمع منكم كل خير ان شاء الله عن الفيديو ده، عشان بعد كده اي حاجه هنجيبها رمضان باذنك يا رب برضو هننزلها ونشوفها مع بعضين. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، وانا زي ما دايما بقول الحاجه اللي بتتجاب احسن ما بتتركن فلوس. هاتي حاجتك احسن ما تركنيها فلوس. النهارده بسعر الله اعلم بكره ايه. ربنا يا رب يرفع عننا الوباء والغلاء ويرحمنا برحمته من عنده. خلاص كده الفيديو بتاع النهارده خلص. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم منا كل جديد. واللايك اللايك 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 والله العظيم مش بفلوس، اللايك بس بيرفع محتوى القناه والفيديو، يعني المحتوى بتاع القناه والفيديو بيرفعه ويخلي اكبر عدد من الناس ممكن تشوفه. هنقول لكم كده يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.